مساء الخير، شلونكم؟ أتمنى إن شاء الله الكل بخير. رجعت لكم بفيديو جديد. فيديونا لليوم فيديو منوع، إنه راح أطلع بيه على بيت أختي وراح أروح أشتري كم غرض، يعني راح أشارككم اليوم من الصبح إلى الليل. إن شاء الله راح تستمتعون ويانا. طبعا أول ما قعدت الصبح كان أكيد يوم جمعة، حضرت الريوق وصبيت الشايات، قعدنا نتريق بالحوش، الشمس كانت خفيفة كلش حلوة، وبنتي صبيت لها شاي بالحليب وقعدنا نتريق. زرعت غادي اليوم هاي الشجرة هيجي فجل، بعدين اللي ورا هاي الشجرة كله هذا قرافس، بعدين من هنا لهنا رشات لا جرجير. جرجير، وهذا الخط هيجي ما شبر من غادي لهنا بامية، وهنا فليفلة خضراء. حادة مزرعة. هذا ما جبت، ما كان عندي. ليش؟ والبستان همنا زرعناه، بس المقطع كان قبل هذا مصور، بس أني دمجته ويا هذا الفيديو. وهنا كنا بدلين حتى بس نتغدى نطلع، لأن مستعجلين، بيت أختي شوية بعيد عليا. وسويت هاي الدجاجة كانت كلش طيبة، ورجعت بعدين سويت طريقتها وصورتها، وإن شاء الله راح ينزل الفيديو لأن كانت كلش طيبة. من بعد ما تغدينا الحمد لله والشكر توجهنا حتى نطلع على بيت أختي. الجو كان كلش حلو بهذا اليوم. وهم أنا أخذت أختي اللي أصغر مني، بيتها صاير على الطريق، أخذناها هي وبنتها وحتى نروح على بيت أختي العفو، بيت أختي أكبر مني، الله رزقها ببنوتة. إن شاء الله الله يرزق أي واحد محروم، آمين يا رب العالمين. فما أعرف هاي الحفيدة رقم مش قد، هسه أبويا هو راح يعرف وراح يكتب لي بالتعليقات، يعني صلوات على محمد، ما أعرف هاي رقم مش قد. هنا من بعد ما وصلنا على بيت أختي، شوفوا بنتها كلش ناعمة، وإيدها يعني تقول أني هنا شوفوا إيدها إيش قد صغيرة على إيدي. إن شاء الله الله يحفظها لأهلها ويرزق أي واحد محروم، والله لا يحرم أي وحدة من شعور الأمومة، لأن شعور كلش حلو. طبعا هنا قلت لهم يعني وخروا صوبة يعني فطسنا حارة، شيلوا صوبة. تعالي شالت الصوبة النفطية يعني، بس خلت الكهربائية. وهنا بنتها نامت، خليتها بمكانها. وبنت أختي الثانية كانت تدرس، فوقفت قلت لها عليش وقفتي، كملي اكتبي. كانت تكتب. فدوى أروح أني للضحكة. شوفوا الطفل ايش قد بريء، يعني حركة بسيطة كانت خربانة من الضحك. وهنا حضرنا الحبشمس والجوز وهاي الشغلات، وخلينا الشاي على النار، أهم شي الشاي. وقعدنا ناكل وضحك وسوالف وشقة، كانت كلش طيبة، كلش تونسنا. طبعا أختي يعني لحت علينا لازم تبقون، قلنا لها لا أبد ما يصير، إنه أنت يعني مريضة مو مال نبقى، إن شاء الله الجايات أكثر. وهيجي المغرب طلعنا. طبعا رحت همنا أكو سوق بالمنطقة قريب على بيتنا صاير، فهمنا رحت يعني اشتريت لي كم شغلة. قبل كم يوم همنا جيت على السوق هذا، بس هذا الدكان اللي هسه أني بيه كان معزل، فرجعت عليه أريد لي خلاط، كان هذا الدكان باله بضاعة ألمانية كلش أصلية، ردت أشتري لي خلاط مال العصير. بس ما لقيت شي يعجبني، فاشتريت لي كم خاشوقة من هاي السيليكون. وهمنا جينا أخذنا الخبز هذا كلش طيب، يسووه على الحطب، طعمه يصير كلش طيب، يجي منفوخ عبالك كيك. فأخذنا من عنده رغيفين هيك كبار للعشاء. وهمنا جينا على هذا الدكان أخذنا لحم قواطي. طبعا أنا ما هالقد أحب أشتري معلبات، بس إذا أكون مستعجلة يعني ما نعرف شو ناكل، جبنا قوطية لحم نخلي عليها بيض، وخلينا ألبان يعني، وتعشينا. طبعا خلي أشوفكم هاي الخواشيق اللي أخذتها كلش تعجبني. يعني هاي الشغلات كلش أصلية، وحتى سعرها مناسبة. هاي شفاتير انتو شو سموها مال الثمن، كلش أصلية، القطعة على 2000 دينار. شكلها كلش حلو، بيها مثل الكسرة،
يعني هيجي ثقيلة وكلش أصلية. وهم أنا جبت هذه هي مثل الشفرة، بس بصراحة بالاستعمال ما كلش عجبتني، شوية طرية يعني، إنه يعني أقدر أسوي بيها كذا شغلة، إنه أفرغ الخليط مال الكيك، وكثير شغلات تفيدني. وجبت هذه الفرشة الصغيرة، وهذه همينة وياها يعني صايرين سوية، همينة صغيرة هم تفيد. وهذه شوي أكبر منها، طبعا أتوقع القطعة هذه على 1000 دينار، يعني أسعارها كلش مناسبة. أنا اشتريت جديد القطعة على 4000 دينار، ففرق كلش، وهذه يمكن أصلية أكثر. ولهنا راح يخلص الفيديو، إن شاء الله استمتعتوا ويانا. بالنهاية مع السلامة، في أمان الله، باي باي.